السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم فيديو جديد وهو طريقه تدميس الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. جبت نص كيلو فول ونقعته يعني ساعتين مش اكتر، وهنحطه خلاص في الحله. بس بصراحه هيبقى فول نضيف وهيبقى فول موفر وهيبقى كل حاجه كويسه لينا بدل ما نشتريه. وفي نفس الوقت طبعا دلوقتي بقت كميه الفول اللي بتشتريها من بره بتبقى قليله جدا، فده بالنسبه لنا هيبقى موفر جدا جدا جدا. اهو نص الفول وعليه فول مدشوش او فول مكسر او فول بصاره، يعني ايا كان المسمى بتاعه، وعليه عدس اصفر وطماطميه واحده بس هقطعها بس، وهحط عليه ميه سخنه عشان ما ينفعش ميه ساقعه، وكل ما هتزوديه هتحطي برضو ميه سخنه. والليمونه دي انا بفضل احطها قبل ما اطفي عليه، ليه؟ عشان الفوله نفسها ما تجرمش في السوا، بفضل ان انا احطها قبل الاخر بشويه. بس هي دي مقادير الفول. اهو يا حبايبي الفول حطيت عليه ميه دافيه، وانا ولا حط عليه رز ولا حط عليه نشا ولا دقيق ولا الكلام ده كله خالص، هو مع نفسه وانتوا هتشوفوا شكله هو عامل ازاي. هي الطماطميه اللي هتديله لون وطعم وشكل وكل حاجه. وسلام. اهو يا حبايبي الفول بعد ما استوى شكله، بص شكله عامل ازاي، زبده زبده. بص جماله، بص الفوليه نفسها عامله ازاي، بصوا بصوا ما شاء الله، زبده زبده زبده. بصوا عامله ازاي، كله مستوي ما شاء الله. ايه رايكم؟ بصوا طبعا لو عايزه تهرسيه بالشوكه هيتهرس معاكي، لو عايزه تسيبيه كده ماشي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.